السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التهاب المفاصل. التهاب المفاصل بيجي أكتر للمدخنين. التهاب المفاصل ملوش علاج. التهاب المفاصل ممكن يعمل تشوه في المفصل. حاجات كتير جدا طلعت عن التهاب المفاصل. النهاردة إن شاء الله في الفيديو ده هنحاول نلم كل حاجة عن التهاب المفصل كمرض، وزي ما اتعودنا إن شاء الله في الجزء الثاني من الفيديو هنتكلم عن التحاليل بتاعته وإزاي نقرأ النتيجة بتاعته. بسم الله الرحمن الرحيم. التهاب المفاصل اول حاجه، عشان برضو زي ما اتعودنا معظم فيديوهاتنا او معظم الفيديوهات اللي هعملها ده اذا ما كانش كلها هتلاقيني في البدايه خالص عايز ارتب الموضوع، بمعنى ان انا في الاول هتلاقيني بحكي لك دايما قصتين، يعني اقول لك مثلا حاجه عايزك تعرفها وحاجه ثانيه، وبعد كده ننتقل للقصه الاساسيه ونربط المواضيع كلها ببعضها، عشان ما اجيش في النص اقطع واقول لك لا انا عايز بقى اشرح لك كذا، لا احنا عايزين نروح نفهم كذا الاول. تمام كده؟ ففي البدايه عايز افهمك حاجتين. اول حاجه الجهاز المناعي. الجهاز المناعي في جسمنا بالمناسبة هو مش جهاز متصل، بمعنى عندنا في جسمنا الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، الجهاز العصبي، الأجهزة كتير في جسمنا، وفي من ضمنهم الجهاز المناعي. الجهاز الهضمي وليكن الفم ماسك في البلعوم، وبعد كده المريء، وبعد كده المعدة، وبعد كده ماسكين في الأمعاء. الجهاز العصبي المخ ماسك في الحبل الشوكي وطالع منهم الأعصاب. فكل الأجهزة أجهزة متصلة ببعضها باستثناء الجهاز المناعي. يعني الجلد جزء من الجهاز المناعي، مفيش اي حاجه تقدر تخش الجسم، الجلد بيحمي. الشمع اللي في الودن جزء من جهازك المناعي، مفيش اي ميكروب او اي بكتيريا تقدر تعدي. المخاط لو دخلنا جوه شويه، الحمض اللي موجود في المعده عامل بالبلدي كده زي ميه النار، يسيح اي جراثيم او اي جسم غريب يدخل الجسم. لو دخلنا اعمق هنلاقي خلايا المناعه اللي هي خلايا الدم البيضاء. فبالتالي جهاز المناعه جهاز منفصل على مستوى الجسم، ولكن لان وظيفتهم واحده وهي حماية الجسم من أي ميكروب، أي فيروس، أي جسم غريب، فبالتالي أطلقنا عليه الجهاز المناعي. الجهاز المناعي ده عامل بالظبط زي نقدر نقول مثلا كمين. حلو كده؟ على سبيل المثال كمين واقف بيفتش كل العربيات اللي بتعدي. لو لقى مثلا حد بيعدي ومعاه حاجة غلط مش هيسيبه يعدي لمجرد إنه من أهل البلد، كله بيتحاسب من أهل البلد زي من الغريب اللي من بره، كله زي بعضه. وبالتالي جهازك المناعي أي جسم غريب هيخش الجسم، بكتيريا، فيروس، اي حاجه هتخش جهازك المناعي يروح يهاجمها. ولو خلايا جسمك راحت في مكان مش في مكانها يروح يهاجمها برضه، ما عندوش واسطه. هو جهازك المناعي مصمم عشان يهاجم اي حاجه غريبه، اي حاجه غريبه حتى لو خلايا جسمك. ودي كانت اول قصه عايزك تفهمها. القصه الثانيه وهو المفصل بتاعك. المفاصل دي عباره عن عظمتين، بمرور الوقت والاحتكاك بينهم العظم ده هيتاكل وهيعمل تشوه. هتلاقي لك مثلا بقت عامله كده وما بتتحركش، بقت عامله كده وما بتتحركش. حلو كده؟ فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى مغطي اطراف العظام دي بغضاريف عشان تقلل الاحتكاك او تقلل ان العظم يتاكل، بس برضو بمرور الوقت الغضاريف نفسها هتتاكل، صح كده؟ فبالتالي ربنا عمل حاجه تانية عشان الغضاريف نفسها ما تتاكلش، وهي سائل عامل زي بالظبط زي الشحم. الشحم موجود في المفصل عشان يشحم، يسهل حركه الغضاريف فوق بعضها. لان لو غضاريف لوحدها ما عملناش حاجه، توصل ان الغضاريف تتاكل الاول وبعد كده تدخل على العظام تبدا تتاكل، ده لو غضاريف بس. ولكن وجود السائل ده في النص بيحمي ان الغضاريف نفسها ما تتاكلش. طيب السائل ده ممكن يهرب، ممكن يعدي من بين المفصل. عشان نضمن انه يفضل موجود فربنا خلق حواليه غشاء. الغشاء ده وظيفته انه يعمل ايه؟ انه يكون السائل جديد. السائل القديم خلاص خرجناه وهنكون سائل جديد. الغشاء ده برضو بيعمل حاجه تانية، وهي ان العظام دي في الاول وفي الاخر هي خلايا بتاكل وبتشرب وبتطلع فضلاتها. هترمي فضلاتها فين؟ ترميها في المفصل. فالغشاء ده وظيفته انه يلم الفضلات يطردها بره المفصل ويكون سائل جديد عشان يخلي المفصل يتحرك بحريه. طيب الغشاء ده بيعمل الحركه دي امتى؟ بالنهار. الحركه دي بالنهار بس. طول الليل وانت نايم الفضلات عماله تتراكم في المفصل، تقوم الصبح وتبدا تتحرك يبدا الغشاء يقوم بوظيفته، يخرج الفضلات بره ويكون سائل جديد. متفقين على كده؟ طيب كده احنا فهمنا الجهاز المناعي وظيفته ايه، وفهمنا المفصل بيشتغل ازاي. حلو كده؟ يبقى الفضلات بتتراكم طول الليل، الصبح يبدا الغشاء يقوم بوظيفته. وعشان الغشاء ده يحميه فربنا سبحانه وتعالى خلق فوقه برضه غلاف تاني، كفر يحمي المفصل كله، زي بالظبط البطاريه بتاع الموبايل. طب البطاريه بتاع الموبايل بتحميها ازاي؟ ظهر الموبايل نفسه، حلو كده؟ وبعد كده انت بتجيب كفر للموبايل كله. كذلك المفصل في سائل جوه المفصل عشان يخلي الغضاريف تتحرك بحريه، في غشاء براهم عشان يخرج الفضلات ويجدد السائل او الشحم ده كل شويه، وفي فوقهم بقى من بره خالص كفر او غلاف يحمي المفصل كله. نربط بقى القصتين ببعض، وعلاقه جهاز المناعه بالالتهاب المفاصل.
جهاز المناعه قلنا ان من ضمن اجزاء جهاز المناعه هو خلايا الدم البيضاء، اللي هي الخلايا تحديدا الخلايا الليمفاويه، بتطلع اجسام مضاده. حلو كده. الاجسام المضاده طبعا مصطلح شائع وعارفين يعني حاجه زي كده. الاجسام المضاده دي 5 انواع، بدون الدخول بتفاصيل لسبب ما مش معروف. بتلاقي الجسم نوعين من الاجسام المضاده مسكوا في بعض، يروحوا يمسكوا في بعض، ودي اول غلطه جسمك عملها. الغلطه الثانيه ان هم ياخدوا بعض كده ويروحوا يترسبوا في اماكن ثانيه في الجسم، تحديدا المفاصل، ودي تاني غلطه جسمك عملها. اجسام مضاده المفروض تمسك في الاجسام الغريبه وفي الجراثيم وفي البكتيريا وفي الفيروسات، لا مسكوا في بعض، سابوا الدنيا كلها وراحوا مسكوا في بعض وخدوا بعضهم وراحوا ترسبوا في المفصل. طيب بعد ما الاجسام المضاده راحت اتراكمت في المفصل، طبعا دي حاجه غريبه، الجهاز المناعي ما ينفعش يسكت عليها. انت اللي جابك هنا؟ دي اجسام مضاده مكانها مش هنا، وما يصحش اللي انتوا بتعملوه ده. فبالتالي بيبدا يهاجم المفصل. الاجسام المضاده عماله تمسك في بعض وجهاز المناعه يروح يهاجم، فبالتالي ينتج عنها الاعراض، وهي اول حاجه احمرار، تلاقي المفصل بيحمر نتيجه طبعا المعركه اللي دايره جوه. حلو كده. تاني حاجه تورم، المفصل بيتورم. تالت حاجه بتلاقي يعني انت لو جيت مثلا، ودي حاجه من ضمن الحاجات اللي الدكتور بيشخص بيها التهاب المفاصل، هو انه يجي مثلا على صوابعك يدوس على المفصل فتوجعك، صح كده؟ طب لو داس على عظم اللي بين المفاصل المفروض ما توجعكش. لو هو التهاب مفاصل وجعتك يبقى مش التهاب مفاصل. تحديدا المفاصل الصغيره، يعني مفاصل العقل. حلو كده. مفاصل اللي هي المنطقه دي، المفاصل دي مفاصل الرزغ وزيها في الرجلين. ممكن بعد كده بنروح المفاصل الكبيره زي الكوع، زي الركبه، الكتف، مفيش مشكله، ولكن بدايتها بتبقى بالمفاصل الصغيره. فبالتالي قلنا احمرار، قلنا تورم، حلو كده، الم. وخد بقى دي العرض المميز جدا لالتهاب المفاصل، تلاقي مفاصلك متخشبه متيبسه تحديدا الصبح. ليه بقى؟ لان احنا قلنا الفضلات بتتراكم طول الليل، صح كده؟ طيب الجهاز المناعي لما ضرب الغشاء اللي هو بيخرج الفضلات، فالفضلات ما بقتش عارفه تخرج كويس، فالصبح تقوم من النوم الفضلات متراكمه ما بتخرجش زي العاده، فتلاقي الفضلات متراكمه والاجسام المضاده عماله تمسك في بعضها وتروح في المفصل، وجهاز المناعه يروح يهاجمهم في المفصل، خلايا بالهبل في المفصل، فتلاقي المفصل مش عارف ياخد حريته في الحركه. ولكن بمجرد ما تقوم تاخد فطارك، كوبايه الشاي بتاعك، تبدا تتحرك شويه، تلاقي مفصلك بدا يشتغل يبقى زي الفل. وده من اكتر الاعراض المميزه لالتهاب المفاصل. اول حاجه انه بيصيب في الاول المفاصل الصغيره، ثانيا ان تصحى الصبح تلاقي مفاصلك متخشبه، وبعد ما يعدي وقت تلاقي الدنيا فكت وبقت زي الفل. في فرق بين التهاب المفاصل او الروماتويد وبين الحمى الروماتيزميه، ده حاجه وده حاجه تانية خالص. خلينا دلوقتي في التهاب المفاصل او الروماتويد. اتكلمنا عن الاعراض بتاعته، المضاعفات اللي ممكن تحصل. احنا اهملنا في الاعراض، يا عم ده شويه تعب، انا بس وقفت على رجلي النهارده شويه، الشغل كان زياده، مشيت كتير بتاع، شلت حاجات تقيله، معرفش ايه، وتحججنا باي حاجه واهملنا الاعراض. او المفروض انا عندي التهاب مفاصل والمفروض اتعالج منه بس اهملت العلاج، فبالتالي تبدا تحصل المضاعفات. اول مرحله من المضاعفات هو ان الوجع يروح شويه ويجي. حلو كده. دي المرحله اللي في الاول خالص، ان الوجع يروح ويجي. المرحله اللي بعدها من مضاعفات المرض هو انك تلاقي الوجع مستمر ايام واسابيع وشهور وسنين. حلو كده. الالم ما بيروحش، ولكن لسه ما وصلناش لمرحله التشوه اللي في المفصل. المرحله الثالثه والاخيره ان يبدا بقى الشحم ده تقريبا يجف، الغضاريف تبدا تتاكل، ونخش على العظم ويبدا العظم هو كمان يتاكل. تمام كده. فبالتالي العظم يتاكل، بقى فيه تشوه، تلاقي المفصل نفسه يبقى متشوه، شكله يتغير وانت مش عارف تتحكم فيه. لدرجه ان هم بيسموا المرحله دي ان مرحله تشوه المفصل مثلا او المفاصل الصغيره دي، بيشبهوا المرض او شكل الصابع بسوان نيك ديفورميتي، يعني رقبه الوز العراقي. بتلاقي الصابع مثلا عامل كده، حلو، يعني من فوق محني شويه، اتشوه، فشبه رقبه الوز العراقي، فهم بيسموها كده. قلنا ان التهاب المفاصل مش معروف سببه ايه، احنا عرفنا القصه اللي بتحصل بس مش عارفين بسبب ايه. ولكن بيقول لك بقى ايه، ان هو بيجي للمدخنين اكتر من الغير مدخنين، بيجي للستات اكتر من الرجاله. يعني قدام 3 ستات عندهم التهاب مفاصل، في راجل واحد بس عنده التهاب مفاصل، يعني 3 لواحد. وراثه، لو في تاريخ لحد قبل كده عنده التهاب مفاصل فانت مرجح ان يجي لك التهاب مفاصل. طيب العلاج منه بقى غالبا هو مرض مزمن كده، زي الضغط زي السكر، ملوش علاج. ولكن في بعض الحالات النادره جدا والقليله جدا، لو انت لحقت المرض بدري ممكن نتعافى منه.
بالعلاج بالنظام الغذائي وبكل الارشادات اللي الدكتور هيقول لك عليها ممكن يبقى فيه امل، ولكن دي حالات قليله جدا ونادره جدا، ولكن الاغلب ان هو مرض مزمن زيه زي السكر والضغط بالظبط. نكتفي بهذا القدر النهارده من التهاب المفاصل. الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم عن التحاليل بتاعته بقى، واللي هيخلينا نتكلم عن التحاليل بتاعته ان تحليل التهاب المفاصل على الرغم ان هي لالتهاب المفاصل، الا ان لو التحليل طلع ايجابي مش معناه ان انت مريض بالتهاب المفاصل، ولو طلع سلبي مش معناه ان انت سليم. ولكن وظيفه التحليل ايه بقى ما دام هو مش دقيق؟ ده نوضحه ان شاء الله في الفيديو الجاي. وفي هذا القدر الكفايه لمن اراد الهدايه، وكان معكم محمود نوح. السلام.